اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معكم طارق بدر كونتنت مانجر ات باشن بوينت ومحمد توهامي. يا هلا، ازيك يا طارق؟ كله تمام يا باشا، الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت شكلك سقعان وبردان. الدنيا برد جدا. معلومه يا جماعه للناس اللي ما تعرفهاش، يعني باشن بوينت احنا بنسميها اسقع مكان في الكره الارضيه. الدنيا هنا برد جدا، وديكوا شايفين الراجل قاعد متكلفت اهو بالجاكيت. النهارده هنتكلم على توبيك ظريف جدا. على فكره التوبيك ده مطلوب من يمكن اول حلقه احنا عملناها. فاظن في اول حلقه او تاني حلقه انت ذكرت كتاب كده اسمه كوايت، وفي ناس كتير بقى قعدت تتكلم على اللي هو احنا عايزين مور اوف ذس يعني. فالحلقه دي احنا هنتكلم على الكتب اللي انت قريتها واللي انا قريتها، ونريكومند للناس وايه اللي ممكن يتعلموه او يستفيدوا منه من الكتب دي وهكذا يعني. فتحب تبدا انت ولا تحب ابدا انا؟ لا، ده انت الكاتب، انت المفروض تقول كتب كتير النهارده. يا راجل لا هو انا اقول مثلا كتاب ولا اتنين بس. بص اقول لك على حاجه، تبدا بكتابك. كلمنا عن كتابك كده شويه. يا عم انا كتابي مش بيزنس، الناس دخلت تسمع بيزنس يعني روايه. انا تسمع روايات برضه. انا بكتب روايات فانتسي، وبكتب مغامرات ادفنتشر في الفانتسي وورلد، كلها بتتكتب بالانجلش. نزلت كتاب اوريدي اسمه كاوس ستورم، موجود دلوقتي على امازون. وفي ان شاء الله على اخر السنه دي هيبقى في كتابين تانيين نازلين، واحد اسمه ذا جيد كراون، والجزء التاني من كاوس ستورم اسمه بروكن ستورز. بس يعني مش هنطول اكتر من كده. في البيزنس بقى انا اقول لك على كتاب من احسن الكتب اللي قريتها في حياتي. هو مش بيزنس بس، هو كل حاجه. كتاب بتاع مالكوم جلادويل اسمه اوتلايرز. قريته؟ طبعا. عبقري، خطير. الكتاب ده من احسن الكتب اللي انا قريتها. اي ريكومندد بشكل كبير جدا جدا للناس، لانه عمل شيفت كده ظريف في دماغي. لان هو الكتاب فيه كل حاجه وعكسها نوعا ما. في تشابترز بيجي يتكلم فيها على الحظ والصدفه، وشابترز بيتكلم فيها على المجهود والهارد ورك بس هو اللي انا طلعت بيه من الكتاب ان النجاح الباهر بتاع الناس اللي هم السوبر اتشيفرز اللي بيعملوا حاجات غير آدمية مش بس مجهود. يعني فعلا المقارنة ما بين الناس وبعضيها ظالمة جدا جدا جدا، لان انت ممكن تكون بتبذل مجهود رهيب، ممكن تكون ذكي جدا، ممكن تكون فيك كل المميزات المطلوبة عشان تنجح وتبقى اشهر واغنى من ايلون ماسك، بس في شوية ظروف كده مش عندك، ما خدموكش. زي انت اتولدت امتى، اتولدت فين، مين ابوك، مين امك، كل الظروف دي كلها فعلا تخليك تنجح برضو، بس زي كايند اوف اللي هو في ايه، في زي سقف من النجاح. وعلى الناحية التانية العكسية تماما، كان في تشابتر بيتكلم على فكرة ان انت ممكن تبقى موهوب جدا، بس حط 10,000 ساعة. من غير 10,000 ساعة عمرك ما هتوصل، يعني عمرك ما هتقدر تعمل اللي انت عايز تعمله. التشابتر ده كله كان بيتكلم عن حاجة انا بحبها جدا، اللي هي ميوزك. وكان بيتكلم على اللي هم الناس اللي بيدرسوا الفايولين في واحدة من أكبر مدارس الموسيقى في العالم يعني. وبيقول إن هو ما قدرناش نحط إيدينا على شخص كده نقول إن الراجل ده فلتة، إن الراجل ده بقى جامد جدا من غير ما يتمرن كتير. هو عدد ساعات التمرين هو اللي حدد مستواهم. الناس اللي اتمرنت قليل هم اللي نجح قليل. كل ما زاد نسبة التمرين بتاعتهم فاهم، ناس زاد نجاحهم وشطارتهم. إنما ما قدرناش نوصل إيفر للشخص اللي هو موهوب كده، اللي هو ده الشخصيات اللي في الافلام، عارف شيرلوك هولمز والحاجات دي اللي هو بينجح في ربع ساعه، مش موجود الشخصيه دي في الحقيقه. فبرضه ده كان حاجه من الحاجات الظريفه اللي هو ايه، اتس ا ويك اب كول. لان انت كتير الواحد بيبقى بيشوف موهبه عنده وبحس انها ممكن تبقى enough انها تكاري وتخليك تاخد الموهبه دي وتمشي بيها مشوار طويل قوي، لكن في الحقيقه للاسف الموهبه بتاعتك مش enough خالص لوحدها، يعني محتاجه مجهود طويل جدا. فكان في كذا تشابتر بيتكلم على فكرة النجاح، والنجاح اللي هو ازاي تبقى اوتلاير، ازاي تبقى حاجة فعلا استثنائية، وايه اللي بايدك وايه اللي مش بايدك. فاي هايلي ريكومند الكتاب ده، بالنسبة لي ده نمبر 1 يعني. صح. هو الفكرة 10,000 ساعة اللي هو ناقشها في الكتاب دي ايكونيك، يعني دي عملت ريفولوشن في فكر الناس. ان انت don't expect massive success من غير ما تحط 10,000 hours of work. فدي كانت قوية جدا يعني. ويمكن احنا في الكونفرنس الأخير اللي عملناه الباشن تو بروفيت ضفنا حاجة للموضوع ده، ان هي كان دايما الناس بتسأل هو انا هوصل امتى. يعني انا عمال ابذل مجهود بقى، هوصل امتى وبتاع. في التوك ان شاء الله هنببلش التوك دي قريب. هي في تشارت كده رسمتها ان النجاح بنسبة كبيرة predictable بانترفلز معينة.
ان كل 10 سنين of effort انت هتبذلها consistent effort كل يوم نص ساعة ساعة ايا كان، بس كل يوم انت بتشتغل على الحاجة اللي انت بتحبها، كل 10 سنين هيحصل لك نقلة كبيرة. كل 10 سنين هتلاقي فيه نقلة كبيرة نطرتك لفوق. وإن بتوين في نجاحات وإخفاقات، يعني مش أخيرا بعد 10 سنين لما أوصل هبقى أنا كده خلاص عمري ما هفشل تاني، لا بالعكس. ودي بقى اللي بيخلي النجاح صعب ونادر جدا جدا. عايز تتخيل الناس تتخيل معايا تشارت كده إنه متقسم كل 10 سنين في نقطة طالعة لفوق، بس إن بتوين النقط يعني والخط مش ماشي بقى مستقيم، in between النقط طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وكل 10 سنين نقلة لفوق. فعشان كده ده صعب جدا، كيرف النجاح ده صعب جدا، ده مش منطقي. مفيش بني آدم قليلين قوي اللي يقدروا يتحملوا هذا الطلوع والنزول والطلوع والنزول والطلوع والنزول. ولكن الأذكياء اللي بيبص على الكيرف فبيقول الله، طب ما هي overall أنا عمال أطلع لفوق. عشان كده احنا ختمت التوك وقلت طول المدة علو مقام. يعني طول ما انت مكمل وبتعمل الحاجة اللي انت بتحبها مقامك هيقعد يعلى. in between هتقعد تطلع وتنزل، هي دي بس overall لو بصيتها كده مش عايز الناس تستسلم. يعني بنقول 10,000 ساعة، لا اقعد 10,000 ساعة practice ما هي this is your passion و this is life، وانت عايشها كده عايشها بأحسن طريقة لحد ما تموت بقى يعني. هو الناس بس بتتلخبط، وانا كنت من الناس دي بتلخبط كتير في ان هو يفرق ما بين ان انت بعد 10,000 ساعة هتنجح، مش دي المسج. هو انت بعد 10,000 ساعة اوتلاير هتبقى مفروض ان انت استثنائي. يعني انت مفروض ان انت لو بتلعب فايولين 10,000 ساعة دول يعني تقريبا 4 ساعات في اليوم لمدة 10 سنين. فلو انت بتلعب فايولين 4 ساعات في اليوم انت اكيد هتنجح في خلال سنة سنتين اصلا. يعني اكيد هيبتدي يجي لك شغل وهتبتدي تشتغل فايولينست في حاجات صغيرة الباندز صغيرة، بس هتبقى فيرتشووس وبقى عالمي بعد 10 سنين. هو الفكرة ان هو 10 سنين او 10,000 ساعة ده اللي الناس مش فاهماه، انها بتغير البيز لاين. ايوه، البيز لاين اوف سكسس بتاعك اتغير. بدل ما ليفل تاني خالص بالظبط، بدل ما بتبتدي من الصفر وعايز توصل ل100 انت بقت بدايتك بسم الله الرحمن الرحيم كلامك من 25 30 او هكذا. تمام، حلو. يلا بونج بقى عليك، قول يا باشا. بونج طبعا اهم واحسن كتاب انا قريته في حياتي اسمه الأسطورة 7 اللي مؤلفه واحد اسمه محمد تهامي. ماشي يا عم، ده يا جماعه كتاب ما كتبش زيه في التاريخ واحسن بكتير من كتاب طارق. ايوه طبعا. فده كتاب ارشحه بشده. طبعا ام جوكينج، بس هو كتاب الحمد لله جالنا عليه فيدباك حلو جدا، لانه بيحكي الحدوته اللي احنا بنحكيها تكنيكالي بس في صوره روايه. بس اسايد اوف ذات بقى من الكتب ومعلش بقى انا الكتب اللي انا يمكن اذكرها شويه هتبقى بص انا مش قادر اخبيها خلاص. قول يا باشا. في البودكاست بقى مش في البودكاست ناس هتزعل مش تزعل. انا يا جماعه بحب المهندسين جدا جدا ويمكن غيرت الانستجرام بروفايل بتاعي، جات لي حاله كده مش قادر انا هكتب ان انا I love working with engineers. فهي الكتب بتاع اللي انا اثرت فيها جدا هي الكتب الفيري سيستماتيك في طريقه التفكير والابروتش بتاع البيزنس. فالأسطورة الأساطير مايكل جيربر طبعا كتابه الأشهر اللي هو The E-Myth، ده واحد من أشهر بيزنس بوكس in history. E-MYTH E-Myth. هو الكتاب ده قائم على فكرة أساسية وبيبني عليها بقى فكرة السيستماتيك ثينكينج أو السيستماتيك approach of doing business. والفكرة الأساسية الانتربرينوريال ميث اللي هي قائمة على إيه؟ إن أنا بظن إن أنا تكنيكالي شاطر، قعدت 10 سنين في شغلي مثلا بروجرامر او اي اركيتكت او ايا كان، فاتقنت الحرفه وعارف الاندستري وفاهم الدنيا كويس، فانا باسيوم ان انا لو رحت فاتح بيزنس في الحاجه اللي انا تكنيكالي شاطر فيها هينجح. فدي اكبر خدعه، هو بيقول في كتابه دي اكبر خدعه، لان الداينامكس بتاعت البيزنس مختلفه تماما عن الداينامكس بتاعت التكنيكال نوليدج او النو هاو اللي عندك في المجال. اوكي. والاشهر على الاطلاق الماركتنج، يعني دي الميجر ديفرنشيتور. ان انا داخل عالم البيزنس يعني لازم اتكلم بقى الكاستمر واحتياجاته وهوصل له ازاي وهايدنتيفاي ماي سيلف ازاي اجينست الكومبيتيتورز. كل دي بقى حاجات ما بيفكرش فيها البيزنس اونر. عشان كده دايما حتى قررناها في كذا بودكاست قبل كذا حلقه قبل كده، ان انا بعمل بيزنس بقدم فيه اللي انا بعرف اعمله، ما بفكرش بقى هو طب ايه المشكله، طب ايه المختلف اللي انا هقدمه ده، وكل ده الماركتنج بقى. فطبعا البيزنس له داينامكس مختلفه خالص. فهو بيبتدي يتكلم بقى ان البيزنس له سيستم، والسيستم ده
بيبدا بما يعني ممكن نسميه client fulfillment system. يعني انا هديليفر السيرفيس للكاستمر ازاي، لازم تبقى الحاجه very structured و documented. فمايكل جيربر بيتكلم ان ازاي تخلي البيزنس بتاعك فرانشايزبل حتى لو مش هتخليه فرانشايز. كل حاجه تبقى بالمسطره معموله، وبتعمل ازاي تمبلتس وكل حاجه بحيث انك يو كان هاند اوفر ات. وكلمته المشهوره بقى في الكتاب، اشهر كلمه قالها، work on your business not in your business. يعني انت كاونر مش لازم تبقى مغروز في الدي تو دي اوبريشن، تشتغل من فوق، تحط سيستمز بروسيسز، واي حد يقدر يابلاي سيستمز دي تو ديليفر ا كونسيستنت اكسبيرينس للكاستمرز. فازاي تبقى الاوبريشن له سيستم، الماركتنج له سيستم، الفاينانسز له سيستم، كل جزء في البيزنس بقى له سيستم، بحيث ان العجله دايره وتقدر بسهوله لو في يوم من الايام عايز تعمل فرانشايز وتقول للشخص ادي المانيوال اهو، this is how we do what we do. من اول ما بيجي لنا كاستمر، او من اول حتى ما بنأوت ريتش للكاستمر لحد ما بيتحول الى عميل دائم. فالماركتنج، ودي بقى اللي غيرت تفكيري كله في الماركتنج وخلتني اروح احب الدايركت ريسبونس سكول، ان الماركتنج يبقى السيستم. ودي اللي دايما بنادي بيها يا جماعه، الماركتنج بالذات للسمول بزنس والستارت ابس ما ينفعش يبقى ماركتنج كامبين بلان استراتيجي ونقعد نغيرها كل سنه وحاجات. الماركتنج في الاول لازم يبقى فيه سيستم، اللي هو سيت اوف اكتيفيتيز، في انشطه بعملها 1 2 3 4 يطلع لي ليدز اند كاستمرز الناحيه الثانيه، فلايك ماشين. ونبني عليها بقى افكار مترقعه، افري ناو اند ذن نعمل اعلان كامبين مترقعه، نشوف في الفالنتاين نعمل مش عارف ايه، وهنا نعمل مش عارف ايه. انما البيز لازم يبقى فيه ماشين شغاله بتجنريت ليدز بكونسيستنت اكتيفيتيز، وبتتقاس وبتميجربل واوبتمايزد كل شويه. فده الايه دايما بنبروت. ففكره السيستمايزيشن لكل حاجه. تخيل انت رايح تبيع شركتك وبتقول له انا عندي ماشين شغاله بتجيب ليدز اند كاستمرز، مش هتحتاج تعمل اي مجهود. this is how we do marketing, this is how we generate leads, this is how we generate customers. هيشتري منك بكل سهوله. انما والله احنا كل شويه بقى بنجيب ماركتنج كرييتيف، واحد عبقري بيعمل لنا تسويق. طيب فين الراجل العبقري ده؟ انا مش هشتري الشركه غير لما الراجل العبقري ده يبقى موجود، وتضمن لي ان هو موجود لانه هو اللي بيدرايف الدنيا. لا، انا السيستم هو اللي بيدرايف الدنيا، ايا كان مين الماركتنج مانجر اللي هيابلاي السيستم ده. فدي ايه ده اللي انا اتعلمه من مايكل جيربر، وده الفكره الاساسيه بتاعه الكتاب، والسبب شهره الكتاب هي الانتربرينوريال ميث. اوعى تفتكر انك عشان تكنيكالي شاطر يبقى انت هتنجح في البيزنس. البيزنس عايز داينامكس مختلفه، سيستمايزيشن بشكل مختلف، ان انت تبتدي تاكل بوينتس مختلفه وتورك اون ذا بزنس نوت ان ذا بزنس. فدي ايه دي حاجه الكتاب طب ثانيه، انا عندي سؤال انا عايز اساله لك. السؤال ده يعني خطر على بالي وانت بتتكلم، ده حاجه انا شخصيا يعني بفكر فيها كتير قوي. موضوع الماركتينج، انا راجل مثلا كاتب، تمام؟ زمان قبل ما يبقى فيه سيلف بابليشنج وقبل ما يبقى فيه امازون والكلام ده، كان رحله الكتابه هي سهله وبسيطه جدا. انت بتكتب وبعدين تبعت لدار النشر ويقولوا لك يا لا. فكرة ان انت تسوق لنفسك وتكبر اسمك ويبقى ليك فان بيز وبتاع كانت موجودة، بس يعني محدودة جدا يعني. فكان 80% من الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها ليها علاقة بالحاجة اللي انت بتحبها، ألا وهي الكتابة. برين ستورمينج بقى، اوتلايننج، رايتنج، كل الكلام ده. دلوقتي الدنيا اختلفت، دلوقتي بقى في سيلف بابليشنج ماركت كبير جدا، وده اثر على التراديشنال بابليشنج. ان هو اصلا بقى في تراديشنال بابليشرز دلوقتي لما يجي انت تروح تقول له انا كتبت كتاب، بيجي يبص الاول انت عندك فان بيز ولا لا. تمام؟ يعني هو كده لو الكتاب بتاعك عالمي هياخده حتى لو انت ما حدش يعرفك، لكن لو الكتاب بتاعك عادي او فوق العادي بحاجه بسيطه، هو هيفضل ياخد كتاب عادي او فوق الحاجه بس بتاع حد تاني عنده 5000 فولوور وانت لو عندك 500 وهكذا. فبسبب ده بقى في موفمنت كبيره جدا، نفس الكلام اللي انت بتتكلم عليه، ماركتنج وبيلد فان بيز والكلام ده. انا عندي مشكله في ده لسبب واحد بس، ده بيتطلب منك ان انت كرايتر بقى مطلوب منك ان انت الاكتيفيتيز بتاعتك تبقى على الاقل 50% منها ماركتنج. وانت مش عايز تبقى ماركتير، انت عايز تبقى رايتر. انت فاهم الفكره؟ انا متخيل ان دي مشكله بتواجه ناس كتير قوي، الناس اللي هم ممكن يبقوا فيري تكنيكلي اورينتد زي ما انت تقول. يعني الموضوع ده ممكن يكون سهل نسبيا معاك انت، عشان انت اصلا الماركتنج دي حاجه انت بتحبها جدا، اتس باشن فور يو، جزء من الببليك سبيكينج انما انا ده الماركتنج ده كان اخر حاجه في حساباتي اساسا. لا بس انت متخيل مثلا لو حد مثلا الباشن بتاعه مثلا، انا بدات زيك. انا كان في بداياتي انا جماعه ترينر، انا بعرف ديزاين تريننج كورسز وبعرف اديليفر بشكل كويس. انا التسويق ده ما ولا اعرفه ولا سمعت عنه ولا درست بيزنس ولا عايز اخد MBA ولا عايز ادرس بيزنس. يعني انا كنت قافش كده في الاول،
وانا عايز حد هو اللي يسوق، يجيب لي ناس تقعد على الكراسي وانا ديليفر تريننج بروجرامز. تمام. وفي البدايات كنت حتى بشتغل مع تريننج سنترز اوريدي استابليشد، بيجيبوا لي كوربريت ديلز وبشتغل معاهم وهكذا. فلا انا كان الماركتنج بالنسبه لي بعيد تماما. لحد ما لقيت ان كذا تجربه فاشله مع حد ان انا اعتمد عليه ان هو يعمل لي الماركتنج. فحسيت ان يمكن عشان الحاجه اللي انا بتكلم عنها من القلب قوي، واي حد بحاول اتعامل معاه ماركتير بيفكر كوميرشالي بزياده، مش قادر يلينك الجزء الكوميرشال مع جزء البيربس اللي انا بعمله او الباشن بيهايند اللي انا بعمله. فحسيت ان this should be my own responsibility، انا اللي هتيك اوفر الحدوته دي. ولما درسته بقى لا انا عشقته. ليه بقى؟ لان انا اساس الشغف بتاعي هو الموتيفيشن. ايه اللي بيحرك الناس ان هي تنجح وتبقى، ده كان الاساس. الماركتنج is all about this. انت ازاي بتموتيفيت الكاستمر ان هو ياخد الحاجه اللي انت بتقدمها، لان انا مؤمن بالحاجه اللي بقدمها وان هي هتفرق في حياته، هتاد فاليو. فان انا اقنع حد او ان انا اوصل الرساله بتاعتي للناس وموتيفيت them to take action. فانا عشقت الموضوع بقى، يعني لقيت الموضوع كله داخل قريب لبعضه جدا. ولما تكون انت بتحب الحاجه تسويقها سهل جدا، لان هو ما فيهوش تريكات. انت مجرد once you share your passion، وده اللي تريندنج دلوقتي واللي اسمه personal branding وبقى قصه كبيره. ان personal branding is all about ان انت بتقول للناس انا بحب ده and this is my journey and this is my message، وبتبيلد audience حوالين الكور فاليوز بتاعتك. فانت كرايتر هو ما سميهاش ماركتنج، هو سميها ان انا I publish myself to the world. وده يمكن الكتاب التاني اللي برضو من الكتب النادرة اللي أنا قريتها مرتين ورا بعض باك تو باك. يعني خلصت الكتاب ورجعت فتحته وقراه من أوله تاني. ودي نادرة ما حصلت يعني. هو الأوثر اسمه دانيال بريسلي. ده اكتشفته ريسنتلي كده، هو من UK، وأنا كان معظم الناس اللي بقرا لهم أمريكان، بس ده كان مذهل بالنسبة لي لأنه very systematic. والكتاب بتاعه اسمه Key Person of Influence. Key Person of Influence. وباي ذا واي هو بيقدمه فري على الويب سايت بتاعه يعني. Key Person of Influence اللي هو بيتكلم ان behind every big brand بيبقى فيه شخص مؤثر، هو اللي بيأتراكت الاتنشن بتاع الميديا وبتاع البارتنرشيبس وبتاع كذا للبيزنس بتاعه. هي فكرة البيرسونال براندنج، بس هو سماه بدل ما يسميه بيرسونال براندنج سماه كي بيرسون اوف انفلونس، ان انت الشخص المؤثر بيهايند القصة دي. فانت البرودكت بتاعك او البيزنس بتاعك هو كتبك، بس مين الاوثر بقى؟ مين طارق؟ ازاي طارق ده يطلع ويبقى شخص مؤثر ويبتدي يجيت انفايتد ويبتدي يجيت اتنشن ويجيت بارتنرشيبس وهكذا، علشان كتبه تبدا تتباع وتنتشر. فالناس لو حبت طارق وحبت الجيرني بتاعته وهو بيكتب ازاي كتاب والروتين بتاعه وانت بتقعد تكتب فين والهابتس بتاعتك ايه وازاي بتجيب افكار، وانا دلوقتي بشتغل على روايه جديده يا جماعه بس بفكر في كذا او كذا شاركوني، وانا صباح الخير دي قهوتي الصبح وده الرايتنج تايم بتاعي. تشارك الناس تبيلد اودينس هتكسر، وده لمرحله، وبعد كده بيحصل اللي انت بقى قلت عليها دي، البيز لاين بيتغير. انت دور النشر هي اللي بتجري وراك، انت اللي بيجي لك عرض الفيلم ومسلسل، ان الروايه بتاعتك اتاخدت تعمل فيلم، فبقى خلاص دخلت بقى في سكه تانية خالص غير الكتابه للكتب. انت بتكتب للسينما بتخش في ليفلز تانية. بس في البدايه انت بتintroduce yourself as a personal brand behind القصه. اللي بيقدر ينجح انه يعمل بيرسونال براند قوي وده الكتاب بيقوله، ان هو بياخد نفسه في حته تانية بره الكومبيتيشن. يعني لما احنا هنا بننافس بعض على البرودكت فيتشرز، انا البرودكت بتاعك بيعمل كذا، لا انا عندي فاليو بروبوزيشن، انا بضيف كذا، انا بعمل كذا. البيرسونال براند لما بتنجح تعمله انت بتبقى في كاتيجوري لوحدك، ليك جمهورك، ليك السوق بتاعك اللي هو بيتمثل في متابعينك. فمالكش دعوه بقى باقتصاد البلد بيحصل فيه ايه، ولا اللي زيك في الماركت بيقفلوا ولا بيفتحوا. انا ليا جمهور بيتابعني، والجمهور ده مرتبط بيا، واي حاجه اقدمها له هيختارني انا دون، مش هيبص في المنافسه، لان هم اتراكتد للبيرسونال براند. فبتبقى الداينامكس بتاعت الايكونومي مش بتاثر عليك زي ما بتاثر على المشاريع التجاريه اللي ما وراهاش بني ادم وما وراهاش فكره، وراها المنتج. فالنافس بقى على السعر، النافس على الكواليتي، النافس على الفيتشرز، السيرفيس ده فيه ايه وده فيه ايه وده الباكج هاخد فيها ايه. انما في ساعات انا بروح لشخص عشان انا عاوز فلان. ليه؟ لانه بقى بيرسونال براند قوي. فهو عامل زي فريم ورك كده سماه ال5 بيز، كل بي بتمثل خطوه من 5 ستيبس to build to become a key person of influence. بيشرح بقى كل واحده منهم ايه، علشان توصل ان انت عندك عامل حواليك كده زي environment
ماجنتيك واتراكتيف لشراكات لديلز الحاجات وهكذا. فده من الكتب الرائعه وات از ذا فيوتشر يعني، وده كل الناس حتى بتتكلم فيه، واظن هو ده اللي خلاك تقول في الكتابه الداينامكس اتغيرت، والببلشرز دلوقتي بيجي يقولوا لك انت الفان بيس بتاعك اخباره ايه عشان يضمنوا بيع الكتب او الروايات لو هياخدوها. ف building a personal brand is the new way of marketing دلوقتي لاي بزنس products services. لازم يبقى في اي براند وراها فيجر كي فيجر كده، هو بيجيت انفايتد للستيجز وبيتكلم والناس بتعرف بقى شغله والبيزنس بتاعته وبيهايند الايه القصه دي. اوكي انا ممكن ريكومند كتاب يعني اظن بيفلو حلو قوي اوت اوف اللي انت بتقول عليه ده. والفكره اللي كده اللي انت بتقول عليه ان هو ما ينفعش تستخبى يعني طبعا. انت لازم تظهر بشكل او اخر. في كتاب بقى ممكن يساعد جدا في الموضوع ده، الكتاب ده اسمه ستيل لايك ان ارتست. هو ده اسمه كده. الكاتب اسمه أوستن كليون، هو كاتب 4 كتب، كتب صغيره قوي يعني، كتاب على اوديبل هتلاقيه ساعه مثلا حاجه، بيتباعوا مع بعض باكج يعني تمام. الكتاب ده هو فكرته عبارة عن كوتس من ناس مشاهير وناس نجحت واوتلايرز كتير، وبيتكلم على فكرة اللي هو انت ازاي تظهر يعني. هو فكرته مش ان انت ازاي تسرق obviously يعني، بس هو برضو لو حابب تاخد حد عمل ايه وتقلده هيقول لك you should do this، انت المفروض تعمل ده، المفروض تاخد الكلام ده وتطبقه على نفسك وازاي تعمله. وبيشرح هو قصته الشخصية في النجاح وقصص الناس تانية اللي نجحت وستوريز من كذا حد. الكتاب كله بيتمحور حوالين فكرة ان انت قوم publish يعني get good content و publish good content، get good content و publish، بس that's it. هو ده هي دي السايكل بالنسبة له. فهو بيحاول يكسر شوية البارير بتاع فكرة ان انت تكون عندك قلق من ان انت الكونتنت بتاعك يبقى مش حلو او كده. اصلا انت زمان عشان كده دايما بنكررها، احنا في عصر ذهبي لريادة الاعمال. ما ينفعش حد دلوقتي يقول البيزنس صعب مكلف عايز فلوس كتير، ده كلام قديم جدا. لو انت بتفكر في الكلام ده يبقى انت مش فاهم يعني ايه بيزنس ومش فاهم الدنيا اتغيرت ازاي. زمان لو كنت عايز تعرف الناس على اللي انت بتعمله انت لازم تابروتش ميديا سورسز، يا هتعمل اعلان في جرايد يا في مجلات يا في راديو يا في تلفزيون. ده وده غاليه جدا. ليه؟ لان هي مش نيش بيت، ما تقدرش تقول انا عايز اوجه الاعلان لفئه معينه. فهو هتحط اعلان في الجورنان، وطبعا الجورنان بيقيس بالريتش بتاعي، انا بوزع كام نسخه، فانا بحاسبك على كميه الناس اللي هحط الاعلان بتاعك قدامهم. لكن هل هم كواليفايد وهل هم ما كانش بيحسب كده. فكان التكلفه غاليه وكان صعب، وكان يعني الناس اللي كانت بتحاول ترخص الموضوع او تعمله ببدايه تطبع بروشورز وينزل يوزعها بعد صلاه الجمعه في حاجات كده. دلوقتي انت بقيت بابلشنج هاوس، كل واحد فينا as a person انت عندك بابلشنج باور زي ما انت عايز تخليها اوديو تبقى اعمل بودكاست، عايز تخليها فيديو اعمل يوتيوب، عايز تخليها كذا. انت عندك قنوات تقدر تطلع عليها وتتكلم عن افكارك والفاليوز بتاعتك وعن اللي انت بتحبه وعن اللي انت بتعمله you can publish for free. ولو حتى هتعمل paid ads بيبقى كوستس بسيطة جدا بتبدأ تحرك بيها الدنيا، ولما بتبتدي جنريت سيلز بتزود وهكذا. فدي فرصة ذهبية ان كل واحد يقدر يوصل صوته للناس بشكل غير عادي. والموضوع as simple as sharing اللي انت بتحبه. هو ساعات بس الناس بتبقى فاكرة ايه، هو انا لازم اقول حاجة جهبة يعني احضر بقى واكتب سكريبت الفيديو واقول حاجة عظيمة. بالعكس ده يمكن دلوقتي بقت الحاجات السهلة الخفيفة البسيطة هي اللي بتسمع أكتر من إن أنت تقعد تعمل بقى ريسيرش جبار وتطلع في فيديو. والله ده أنا يعني السوشيال ميديا ملهاش كتالوج. أنا بقعد ساعات مرة أقول أنا بس الارتكل دي ده أنا عامل بحث ووصلت لاستنتاج، واجي أقول لا ده هيجو فايرل، الناس كلها في مصر هتتكلم عن الارتكل دي النهاردة، ولاقي إن مفيش أي ريسبونس. واجي بكرة عشان المفروض يعني أنا نفسي أحط حاجة أو شير جات لي خاطرة كده ما خدتش 5 دقايق تفكير، فأقوم حاطط الخطيرة دي كده 2-3 ألاقي 1000 لايك ومش عارف ايه. انتوا مجانين ازاي؟ بس this is the dynamics. الحاجة اللي بتبقى خارجة من القلب على طول كده بسرعة من غير تفكير كتير ولا حسابات كتير تلاقيها بتوصل. فاحنا فرصة دي فرصة ذهبية. فلا highly encourage you حتى أي حد بيسمعنا ما تاخدش الموضوع لأنه حاجة لازم أحط كونتنت يعني. just share your writing routine. start with that. تيجي لك أسئلة جاوب على الأسئلة.
هتيجي لك اقتراحات وريكومنديشن من الناس، شير الريكومنديشنز دي and it will grow eventually. مع الوقت هتكبر. مفيش حد، بص خدها قاعدة كده، مفيش حد هيبوست consistently على أي channel على السوشيال ميديا غير في خلال سنة أو 2 هيبيلد جمهور massive audience. it will happen بس consistently. يعني هي دي صعوبتها. ما هي دي صعوبتها لأكتر من سبب. مش بس الكونسيستنسي هي اللي صعبة، بس هنفترض ان انت عندك استعداد تبقى كونسيستنت. هو في ملايين الناس التانية عندهم استعداد يبقوا كونسيستنت برضو. انت فاهم الفكرة؟ there is a lot of noise out there. يعني انت لو دخلت على تويتر ولا دخلت على اي فيسبوك، كمية الناس اللي فاهمة ده كتير. انت فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك الفكرة، لما ارجعك للحتة اللي كنت بكلمك فيها في الاول، فكرة ان هو انت زمان الرايتر او الوود ووركر او اي حد بيقضي اغلب الاكتيفيتيز بتاعته في الحاجة اللي هو عايز يعمللها. دلوقتي بقى في نسبة كبيرة، ده في ممكن اوقات يبقى في رايترز بيقضي وقت اكتر في الماركتينج من الرايتنج. يعني بيكتب 20-30% من الوقت و70% ماركتينج عشان يكيب اب. فانا فاهم اللي انت بتقوله، انا مقتنع بيه. I'm not disputing it. انا بس بقول لك يعني انا متعاطف جدا مع الناس اللي بتبقى حاسه ان الكونسيستنسي دي فعلا صعبه. لان هو طب how to stand out. يعني انت دلوقتي في كونسيستنسي، في ناس كتير قوي كونسيستنت، في ناس كتير قوي بوست 3-4 مرات كل يوم. فاهم؟ بص انا هقول لك حاجه ممكن تبقى يعني ايه غير متوقعه شويه. لو عايز تستاند اوت يبقى لازم تببلش يور سيلف فريلي من غير ما تبقى حامل هم رأي الناس هيبقى فيك ايه. لان لو انت بتفكر ايه ده لو انا قلتها بالطريقه دي الناس ممكن تجيت اوفندد، يشتموني، يهاجموني، بس هي دي طريقتك وهي دي اسلوبك وهي دي الطريقه اللي انت عايز توصل بيها الرساله. ف يعني اعملها، قولها، ما يهمكش. يعني اطلع بالطريقه اللي انت عايز تطلع بيها. يعني انت لسه فور اكزامبل، يعني انت لسه كنت بتقول ايه ده الناس هتلاحظ انت لابس جاكيت ولابس بتاع فين متعودين عليك بالتيشيرت الاسود وكده. فانا ممكن لو حد مثلا ايه يقول ايه ده هو كل مره الناس هتشوفني بتيشيرت اسود وانا ايه ما عنديش لبس غير ده، فلازم اغير لبس واغير كل لما اجي اطلع على البتاع اغير تسريحه الشعر. انا الناس هتشوفني يا اما بتيشيرت، لو شافوني لابس ابيض تيشيرت بيضه يبقى انا قاعد في البيت، لو شافوني لابس تيشيرت سودا يبقى انا بره. ما تقولش السر. فانا بحب السمبلسيتي، اتس بارت اوف ماي كاركتر، بارت اوف ماي بيرسوناليتي. انا ما بحبش اقعد اقرر كتير انا هلبس ايه الصبح. فانا هو ده اللي موجود، انا هفتح، انا خارج هلبس اسود، انا قاعد في البيت هلبس ابيض. مش هفكر اكتر من كده في الموضوع ده. ف showing yourself او being bold enough ما يهمكش بقى إيه كذا واقعد اي في الموضوع ولا لازم اصور في الحته دي عشان الناس هتشوف ورايا باك جراوند في كراكيب. لو انت حياتك كراكيب واوضتك مكركبه و this is part of your personality show it كده. اصل انا الاوضه عندي مش متجهزه، انا عشان ابتدي اصور لازم بقى اوضب المكان then you are faking it. ده مش انت. ما تقولش بقى عايز ابني بيرسونال براند، this is not you. انت طالع بشكل غير شكلك او بصوره غير صورتك. اوكي. فاي ثينك اللي ممكن يسهلها على الناس ان هم يفهموا ان عشان ابني يعني فعلا ان انا ما بقاش زي شبه حد او فعلا ستاند اوت، ان انا لازم اشو ماي بيرسوناليتي بلانتلي كده زي ما هي being bold، ما اخبيش حاجه. دي اهم حاجه. اوكي. وده مش معناه طبعا ان انت، ودي حاجه انا كمان ان انا في اجزاء في حياتي I don't like to expose it. اي حاجه بيرسونال مش مطلوب ان انت يعني انت تكشف نفسك، بس قصدي ما تخليش اللي بيمنعك انك تبابلش هو شويه حاجات انت محتاج تغيرها في نفسك او في شكلك او في البيئه اللي بتصور فيها علشان توصل للناس. ايوه فهمت قصدك. وذات الافكار، لان انت هتتشتت لو عملت حاجه طالعه من جواك قوي، غالبا في ناس لطيفه جدا هتقعد تهاجمك. الناس دي لازم تبقى عارف اي حد بيشتم على السوشيال ميديا ده شخصيه نسبه كبيره جدا عنده انسكيورتي رهيبه وعنده حاجه، لانه هو لو انت قلت الكلام ده في ايفنت لا يمكن هيطلع يهاجمك على الستيج، هو اجبن من كده. السوشيال ميديا مش سهله، فالناس دي ما اوعى تبني عليها اي تقييم لادائك او يخليهم يوقفوك. طب لا، طب اخد بالي المره الجايه، طب لا اتلو الفويس بتاعي شويه، ما بقاش اجريسيف كده عشان ده بيضايق الناس. لا، ضايق الناس لانك هتلاقي الناس اللي بتحبك وهتلاقي الناس اللي بتكرهك. this is very important. في كذا على يعني كذا يوتيوبر الموضوع ده اتكرر كتير قوي، مئات المرات يعني ان هو يبقى بيتكلم في انترفيو في مره من المرات يقولوا بعينه غلطت وبصيت على الكومنتس.
هو بيقول انا بنزل فيديو ما ببصش على الكومنتس. غلطت مره وبصيت على الكومنتس. هو الراجل ملايين الفيوز، ملايين ولايكس بالهبولي، وبعدين اول لما يبص على الكومنتس اول 2-3 كومنت يلاقي نفسه بيتشتم وبيتمسح بيه الارض. وهو عيني الراجل بيقول انا ما بقدرش اسكيب، يعني بشوف نفسي ببقى متضايق. فمع ان في مليون واحد بيقولوا ان انت الكونتنت بتاعك حلو قوي، بس بيتشتم مره ولا مرتين. فهو بقت هابت بالنسبه له ان هو ببوست ومش ببص. يعني اغلب الناس، يعني بشوف الناس كتير يوتيوب بالتحديد يعني الناس الكومنتس بتبقى قاسيه قوي يعني. تمام. طيب حلو. انا عايز اسالك، هل في كتاب انت قريته في مره من المرات، يعني خلينا ده يبقى اخر كتاب نريكومنده في الحلقه، وحسيت ان انا قبل الكتاب حاجه وبعد الكتاب حاجه تانية، يعني شيفت رهيب؟ هو ذا اي ميث ده عمل شيفت جذري في القصه. بس هو في كتاب انا يمكن دايما بقراه كل سنه. ده كتاب عارف من الكتب اللي هي ايه، اساسيه جدا، لازم هترجع لها بشكل دائم، لان هو ماشي مع حاجه من الحاجات اللي انا مؤمن بيها جدا، اللي هي انت هتنجح بالبيزكس، مش محتاج تتفلسف. you don't need advanced stuff to succeed. اوكي. فالكتاب ده back to basics قوي يعني. وهو كتاب قديم من العشرينات، الكتب وصاحبه مات بقاله قرن من الزمان. الكتاب كلود هوبكنز اسمه، الراجل اسمه كلود هوبكنز. الكتاب اسمه Scientific Advertising. اوكي. ده يعني رهيب. هو كتاب في الاعلانات، يعني ازاي تعمل اعلانات، بس هو it's a marketing book definitely يعني. فجايبها لك بقى من الاساسيات. وشفت الكلمه scientific advertising، يعني حول الادفيرتايزنج لساينس. اوكي. وبالتالي ارقام، وبالتالي measures، وبالتالي مع الانجينيرز هيبقى تمام التمام. فهو بيتكلم بقى على الكونسبتس او البرنسبلز بتاعت ان الاعلان ما يبقاش حاجه بتكتبها كده ويا رب هتضرب ولا مش هتضرب. لا، هي got to a science. يعني لو هتعمل 1 2 3 في اعلانك وبتحط الامبيدد اليمنتس دي، الاعلان ده هينجح وهيحقق مبيعات، لان it is a science. وهو حتى كان بيتكلم، يعني ناس كتير قبل الكتاب، هو بيشرح ان قبل الكتاب ناس كتير كان بالنسبه لها الادفيرتايزنج ده بلاك بوكس. يا ترى دي فكره الكامبين، دي فكره الاعلان، يا ترى هتنجح او لا، ما نعرفش. لكن قال بعد ده طبعا الكتاب ده كتب بقول لك في العشرينات، بس قال بعد بقى احنا درسنا ال 100 سنه اللي فاتوا، شفنا ايه الاعلانات اللي بتنجح وايه، فما ينفعش نقول ده كده النهارده. فليتس بقى انالايز الاعلانات اللي بتنجح دي بتنجح ليه، ونطلع كومن باترنز ونحول الموضوع لساينس. if you follow الباترنز دي اعلانك هينجح. فكتاب جميل جدا جدا جدا. بيرفكت. خلاص اظن احنا كده عملنا يعني بتاع 5 ريكومنديشنز، يعني ذاتس انف يكفوا الناس فتره حلوه يعني لو عايزين يقروا كتب. هنرد على سؤال واحد بس النهارده. في سؤال واحد مبعوث، سؤال شخصي جدا، فاحنا يا جماعه هقرا لكم الاجابه. السؤال: ازيك يا طارق، يا رب تكون بخير. انا بشكرك على حلقات بودكاست بيزنس اسهل، وبالمناسبه انا بعتذر لك لان كتبت اسمك غلط، كريم بدل طارق. ايوه بالظبط كده، طارق يا جماعه، عشان ما اشردلكوش على الحلقه. كان عندي سؤال بخصوص حلقه الكوتشنج. انا سمعتها مرتين. انا بشتغل هيلث كوتش، وعجبني قوي فكره اني اعمل بروجرام بدل سيشنز اللي توامي قال عليها. بس المشكله عندي اني في مجال الهيلث وما اقدرش اوعد الكلاينت اني هاخده من بوينت لبوينت زي ما كان تهامي بيقول. يعني ما ينفعش اوعده مثلا انه هيخس مثلا عدد كيلوات معين بعد 3 شهور، لان في متغيرات كتير. فانا ممكن مثلا اوعد الكلاينت ان صحته تتحسن وحياته تكون افضل الى اخره. فمحتاج نصيحتكم ليا في الحته دي. اوعى ما تعرضش سؤالين لحسن ازعل. الف شكر يا طارق بالكي. شكرا يا باشا، اشكرك لسماعك وخلاص. سماح يا معلم، مفيش مشاكل. بص، هي دي كومن عند ناس كتير قوي، مش بس حتى في مجال الهيلث، ممكن كمان برضو البيزنس كوتشنج. انا ما اقدرش اوعد الكلاينت ان هو يحقق مبيعات معينه غير في حاجات كده. لكن هي دي بتبقى اتس كونفيدنس ايشو في البدايه، لانك يمكن لسه بتبدا ومش واثق قوي هل البروجرام اللي انا بعمله ده فعلا هيحقق النتائج دي ولا لا، فانا مش قادر اكليم. ولكن بص على الكومبيتيتورز، بص على الناس التقيله، بص على الناس المشهوره، بص على عناوين الكتب البيست سيلرز في مجالك. هتلاقيهم they promise a very specific outcome. يعني يعني بنصحه يخش على امازون كده ويسيرش على البيست سيلينج بوكس في الهيلث اندستري وشوف قد ايه البروميسز فيري سبيسيفيك. فالفكره كلها ان مش كل الناس هتاتشيف نفس الاوتكم، لان ممكن مش كلهم هيطبقوا الكلام الميثودولوجي اللي اتقالت. بس وانس ان بقى في عدد كافي من الناس بيوصلوا لنفس النتيجه لما بيمشوا على البرنامج بتاعك، يبقى you can promise.
اظن هو يقصد ان هو البادي المتغيرات، يعني ممكن مثلا يكون في واحد جسمه غير جسم التاني، فممكن ما هو ده بقى ايه، ما انت بتبني البروجرام بيزد على كاستمر بروفايل معين. اوكي يعني انت مش هتقدر تقدم بروجرام يليق على كل الناس. فور اكزامبل البروجرام بتاعك ده ما ينفعش يخشه مثلا حد وزنه اكتر من كذا، او حد عنده مشكله مرضيه. يعني انا هعمل لك اسسمنت الاول واشوف هل ده حاجه مرضي ولا حاجه ممكن تتظبط بالاكل وبالدايت بلان. في حد ممكن يقول لا، اي حد عنده السكر مثلا مش هيمشي مع البرنامج ده. فهو ده ديزايند لسبيسيفيك كيس. 80 to 90% من الناس اللي هيفولو الانستراكشنز بتاعتي بيزد على الكرايتيريا دي هيحققوا النتيجه دي، لان انا جربت ده مره واثنين وثلاثه واربعه، وممكن عليا انا شخصيا. اوكي. فهي الفكره انه تو بيلد البروجرام بيزد على سبيسيفيك كرايتيريا، ويبقى مطمن ان يعني مثلا خليني اقول لك في باشن تو بروفيت، ما احنا بقالنا 10 سنين ما فيش بني ادم طبق السيستم غير لما عمل البيزنس. بس هل ده معناه ان كل الناس اشتركوا عملوا البيزنس؟ لا، ما عملوش، لانه ما طبقوش السيستم وجم في النص وقعوا. واحنا بنقول كويس ان هم وقعوا في النص، عشان لو كانوا بدأوا بيزنس بغشومية كان ممكن ينجحوا نجاح مؤلم جدا. خلي السيستم يوقفهم، it's fine. بس الفكرة اللي بيطبق بينجح. هل انا كنت قادر اكليم ده في الاول بقوة كده ان it's guaranteed ومش عارف ايه؟ في الاول انا كل اللي كنت بقوله ان if you follow ده اللي انا عملته to start a business. ده السيستم اللي انا عملته، وانا I believe if you follow the same process you will achieve same results. فجربوا. لما بقيت الناس تجرب وبيطلع success stories كتير وكذا، خلاص I claim it boldly بقى انت هتعمل كذا. ففي البدايات لو هو لسه شاكك في الموضوع، لو هو ما جربوش على نفسه، يعني انا كنت بقول السيستم وبشير بثقة لان ده اللي انا عملته وجربته. لو انت عندك personal story يبقى صدق نفسك، لان انا مشيت على الخطوات دي وقدرت اخس عدد كذا في وقت كذا. فاي حد شبهي ممكن كمان هيخس. I can promise. يا سلام بقى لو جاله كلاينت او 2 أو 3 فعلا اشتغل معاهم على البرنامج وقدروا يخسوا عدد معين في وقت معين مثلا، لو ده البروميس بتاع البروجرام يبقى عظيم. then I can promise الوعد ده، لانه نجح مع ناس، البرنامج ده جاب النتائج دي مع ناس معين، فاقدر اوعد الوعد ده. وممكن الوعد يبقى واسع شويه، يعني ممكن بدل ما يبقى سبيسيفيك ل 3 كيلو ممكن يبقى تخس 2%. 2% دي تتفاوت من شخص لاخر، مثلا يعني من وزنك بعد 3 شهور مثلا، حاجه كده يعني. تمام. اصل هي برضو خلي بالك، هو الكاستمر دلوقتي في الزمن ده بيسمع وعود كتيره جدا. يس. فكم واحد هيقول له ان البرنامج ده هيخليك صحتك افضل وحياتك احسن؟ ما هو دي سهله تكليم. لكن برضو انت لما تحط على نفسك عبء ان انا بوعد وعد سبيسيفيك، بيخليك تو اوفر ديليفر، يعني بيخليك تفكر بزياده وتدي فاليو حقيقيه للاودينس بتوعك علشان تميت البروميس بتاعك. لكن انا وعدك حياه افضل وحياه صحيه، فقلت لك حاجات عامه جدا والله لو اتبعتها. لكن لو انا طب هعمل اسسمنتس، هعمل كذا، هعمل فولو اب، هزود فاليو هنا، هزود كذا، هركز جدا في الدايت بلانز بتاعتي اللي انا بعملها عشان اقدر اديليفر. فانت لما بتزنق نفسك او بتحط بروميس قوي بتبتدي ساعات تفكر حواليه، لا والله البرنامج اللي انا بقدمه بالشكل ده لا مش هيحقق دايما البروميس ده. طب اعمل ايه او اضيف ايه عشان احقق البروميس ده كل مره وهكذا. بيرفكت. هايل. خلاص يعني ردنا على سؤاله كويس. لا انا عجبتني الاجابه انا شخصيا. عموما يعني اتمنى انت تكون مبسوط، ولو في لسه عندك استفسارات يعني برضو ممكن تبعت لي. كلكم obviously ممكن تبعتوا لي اسئله على طارق@passionpoint.co. وبكده ننهي الحلقه بتاعت النهارده، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا تهامي. شكرا.